السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع وصفات بنات للطبخ في فيديو جديد، وصفة جديدة إن شاء الله. في هذا الفيديو غنحاول نحضروا ميني باغيت أو فطائر اقتصاديين بحشوة جد سهلة. فالآن نبداو على بركة الله. المقادير: عندنا بصلة مقطعة مربعات، عندنا صدر الدجاج كذلك مقطع مربعين، وكذلك عندنا 3 حبات ديال الجزر اللي مقطعين بهذا الشكل، عندنا قزبر ومعدنوس. بالنسبه للتوابل عندنا معلقه صغيره سكنجبير، نصف معلقه ابزار، وعندنا معلقه صغيره بابريكا، وعندنا معلقه صغيره ديال الخرقوم. كناخذوا مقلاة كنوضعوا فيها 3 معالق ديال الزيت، ومن بعد كنضيفوا البصل باش طيب. كنبقى نحرك فيها حتى تدبال البصله اللي عندي بهذه الطريقه. من بعد تنضيف عليها 2 فصوص ديال الثوم اللي مقطعين رقاق، ممكن انكم تعوضوها بثوم بودره. بعد ما دبات لي البصله نضيف عليها صدر الدجاج كما لاحظتوا مقطعاه رقيق هكذا باش يطيب مع بالزربه، وفي نفس الوقت كنضيف قزبر ومعدنوس اللي مقطعين كذلك رقاق. بعد كنضيفوا التوابل، ما قلت معلقه صغيره ديال الكمون، نصف معلقه ديال الملح، معلقه صغيره ديال الخرقوم او الكركم، معلقه صغيره ديال البابريكا، ونصف معلقه ديال البزار، ومعلقه صغيره ديال السكنجبير. كنحاول نحرك جميع المكونات حتى طيب الحشو اللي عندي. كنتمنى انكم تجربوا هاد الفطائر او ميني باغيت. الطريقه كما تلاحظوا سهله، وكذلك الحشو ديالو اقتصاديه جدا وكتعطينا كميه كبيره. ممكن اننا نحضروهم للعشاء، ولا كذلك على مائده رمضان، ولا نحضروهم كساندويتش لوليدات المدرسه. سندويشات رائع جدا. بعد ما طاب الدجاج اللي عندي كنضيف عليه الجزر كما قلت لكم 3 الحبات. كنبقى نحرك حتى طيب لي الحشوه بهذه الطريقه. ممكن انكم تضيفوا عليه الزيتون مقطع، ولا الشعريه الصينيه، ولا كذلك الجبن مبشور. انا اكتفيت بهذا القدر. كما عودتكم دائما كنجيب لكم وصفات اللي هي سهله واقتصاديه، وفي نفس الوقت كتكون لذيذه. بعد ما وجدنا الحشو ديالنا كندوزو باش نوجدوا العجين. كنحتاجوا لها نصف كيلو دقيق ابيض، كيس خميره الحلويات، كاس ديال الدقيق الفينو، وعندنا السكر وخميره الحلويات وماء من طبيعه الحال للعجين. كناخذوا كما قلت نصف كيلو ديال الدقيق الابيض، كنضيف عليه كيس ديال خميره الحلويات او ما يعادل 8 غرام، كنضيف عليه معلقه ديال خميره الخبز. هنا كيبقى على حسب الجو. كنضيف عليه معلقه كبيره ديال سكر سنيده او سكر خشن، ونصف كاس ديال الزيت، وكذلك كاس ديال هنا استعملت الدقيق ديال القمح، ممكن تعوضوه بدقيق الفينو اللي متوفر عندكم. وكنجمع العجين ديالي بالماء دافي. كنبقى نضيف الماء تدريجيا حتى تجمع العجين اللي عندي بهذه الطريقه. العجينه ما كتكونش مرخوفه وفي نفس الوقت ما كتكونش قاصحه.
بعد ما جمعت العجين اللي عندي كنضيف حوالي 3 غرام ديال الملح، يعني ما نكترش لانني درت الملح في الحشو اللي عندي. وكنحاول ندلك العجين ديالي حوالي 2 دقائق. بعد ما كنعجنوا العجين ديالنا كنحاول نشكلها على شكل حربول او شكل طولي بهذه الطريقه. من بعد يعني كنقطعها لقطع صغيره. يعني هنا كنتوما تحكموا في الحجم، يعني الا بغيتو ميني باغيت كبار يعني كتقطعوه كبار، يعني ومن الاحسن تيكونوا صغار يعني كيجيو غزالين في الشكل. يعني كنقطع كما قلت العجين ديالي الى قطع صغيره، من بعد يعني كنشكل منها كريات بهذه الطريقه. اللي كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل كاع الكميه اللي عندي، وكنغطيها واحد البلاستيك يعني هكذا باش ما تشكلش عندي ديك القشره في العجين ديالي. كناخد الكره الاولى وكنسرحها بالمدلك بهذه الطريقه. نعم كنوضع الحشوه اللي عندنا في الوسط، يعني بعد ما بردت الحشوه يعني بهذه الطريقه. وكنحاول نجمع الجوانب ديال العجين وكنضغط عليهم مزيان باش هكذا نتجنب انهم ما يتفتحوش ليا اثناء الطياب بهذه الطريقه. يعني كنحاول نضغط مزيان على العجين باش ما تفتحش كما قلت ملي كنكون نطيب فيها. وكنقلب فطيره بهذا الشكل، كنحاول نقادها بيديا بهذه الطريقه. يعني نعاود معكم كذلك من باقات واحده اخرى. يعني كنحاول نسرح نفس الطريقه، يعني العجينه ما كتكونش غليظه. كنوضع الحشو في الوسط بهذه الطريقه وكنحاول نجمع الجوانب ديال العجين، كنضغط مزيان كما قلت باش ما تفتحش لي العجينه وانا كنطيب فيها. يعني في هذا الاثناء كنكون مشعله الفران ديالي كيكون سخون لان ما كتحتاج انها تختمر. يعني نفس الطريقه اللي درت مع الفطيره الاولى يعني كنتبعها مع كاع الكميه اللي عندي. بعد ما كملت الكميه كنحاول ناخذ بيضه كنخفقها مع قطرات من الخل وكندهن بها ميني باغيت اللي عندي بهذه الطريقه. يعني كنحاول ندهن كذلك الجوانب. يعني ميني باغيت رائعين جدا، نتمنى على الله انكم تجربون لانهم كيستحقوا التجربه. وتشتركوا في القناه اذا كنتوا اول مره كتشاهدوا هذا الفيديو، وما تنسونيش كذلك من التعليقات ديالكم. هنا بعد ما دهنتهم بالبيض كنزينهم بالحبه السوداء او زنجلان يعني اللي متوفر عندكم. بعد ما زيناهم بالحبه السوداء او السانوج يعني كناخذ واحد الشفره وكنوضع فتحات بشكل مائل يعني على الفطائر اللي عندنا بهذه الطريقه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الميني باغيت ديالنا. نتمنى على الله انه يعجبكم. تشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره كتشاهدوا الفيديو. ما تنسونيش من التعليقات ديالكم كذلك وديروا جيم الفيديو. في امان الله وحفظه.